ألف مبروك المنتخب المصري صعود الدور الستاشر في بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر. طبعا احنا طالعين متأخر شوية، سيبنا الناس تتكلم براحتها، سيبنا الناس تفرح براحتها، وبعد كده نرجع نتكلم في المباراة. امبارح مصر عملت ماتش حلو قوي على استراليا. كان نفسي ما يوصلش الاكسترا تايم، بس يعني تمام، لان احنا فارقين عنهم جامد. فريق استراليا بيدافع 90 دقيقه وبيلعب على المرتدات قليل قوي، يعني دقايق بسيطه قوي ان هو كان بيهاجم عالي، بيهاجمك من نص ملعبك، لكن في اغلب الوقت هو كان تحت الكوره في نص ملعبه مستنيك تغلط ويبتدي يتحرك. فرق زي دي ما ينفعش معاها غير لاعب واحد بس. انت لو ما كنتش نزلت هيثم حسن ما كنتش هتكسب، ما كنتش توصل للمستوى والشكل اللي احنا وصلنا له. ليه؟ زيزو، نزل لي زيزو مكان هيثم حسن مثلا. الوينج يا جماعه مش قصته ان هو ياخد الكره اباصيها له ويباصيها لي تاني. يعني انا مثلا لاعب نص ملعب بسيطها للوينج، الوينج باصيها لي الكره تاني، ده مش. لا، هيثم حسن كان بياخد الكوره يقوم لافف في وشه، انتوا فين؟ انا جاي لكم. المدافع برضه مدرب استراليا مش غبي، هو اول ما هيثم نزل وقف اتنين جنب قدامه، يعني رجع خلى واحد كمان يجي يقف قدام هيثم، وما كانوش مش عارفين يعملوا حاجه. هو هيثم ده لاعب وينج محترف، خد الكوره اهجم انت بقى، يعني روح انت على المدافع. انت لو رحت على المدافع، المدافع بيتخض، غير انك تقف وتستنى المدافع يجي عليك ولا الكره تجيلك تباصيها ترجعها تاني. وعلى فكره هيثم حسن اللي حرر محمد صلاح. لو لاحظت اما هيثم نزل، محمد صلاح جه على الوينج تاني بقى، رجع يلعب على الوينج تاني براحته، وبدا يروح وبدا يجي وبداوا يلعبوا كور من ورا المدافعين في ظهرهم. محمد هاني بدا يتحرك. انا كان نفسي كمان محمد هاني يتحرك اكتر، مش اما هيثم حسن يستلم الكره تروح تقف جنبه. ما انت موقفت مدافع جنبه، افتح له المساحه دي، خش له في قلب الملعب، اجري افتح من ظهر المدافعين، من ظهر المدافعين هيديك الباص. لاب تبني عليه خطط لقدام. افتكر كلامي ان هيثم حسن ده هيبقى احسن وينج في المنتخبات العربيه، هو اللي هيشيل لك منتخب مصر بعدين. محمد صلاح يعتبر بنسبه كبيره هو اخر بطوله ليه البطوله دي، واحتمال كبير يعتزل دوليا، لكن هيثم حسن ده مكمل معاك لقدام، وهو ده اللي انت هتبني عليه خططك. وفعلا اللاعب ده هيفرق معاك جدا. خلاص اتحسمت، احنا هنقابل الارجنتين يوم 7/7 الساعه 7، مش عارف يظبطوها ازاي، ان شاء الله اعتقد هيبقى يوم الثلاث. فهيبقى ماتش كويس. الارجنتين دفاعها في الملاحات منه، لكن هجومها قوي جدا، فيا ريت نستغل الفرص. مرموش اتمنى انه يفوق شويه، اتمنى انه يفوق شويه. والف مبروك تاني لمنتخب مصر. وطبعا مش هقول لك يعني، يا ريت تعمل لايك واشتراك معانا في القناه. سلام.